السلام عليكم. قبل ما نبدا موضوع حلقتنا حابب احكي لكم حكايه كده حصلت معايا وانا في ابتدائي. كنت الحمد لله من الطلبه المتفوقين. فالمهم كانت الوزاره او الاداره التعليميه عامله مسابقه كده اللي هو زي الطلبه المخترعين، يعني الطلبه اللي عندهم اختراعات، الطلبه اللي عندهم حاجات بيشاركوا فيها. وطبعا بما ان مدرستنا في ابتدائي كانت مدرسه كبيره في اداره الدقي التعليميه، فكان المفروض ان هي هتشارك في المسابقه. الغريب في الموضوع بقى ان احنا ما كانش عندنا حد اخترع اي حاجه. فكانت مسؤوله الاخصائيه الاجتماعيه كلمت مدرس العلوم بتاعنا لما كنا في 5 أو 6 ابتدائي حاجه كده، وقالت ان هو معاه كتاب طبعا فيه اختراعات للاطفال. فجابت اللي هم المتفوقين، كنت انا وتقريبا 3 كمان، كل واحد فيهم والمدرس بيختار له اختراع قال يعني احنا اللي عاملينه، ويفهم له الدنيا بتاعته ويعملوه له هو بحيث يروح بيه المسابقه على طول. فكان من ضمن الاختراعات كان في اختراع اتعمل لي انا، المدرس عمله لي، عباره عن ان حاجه ثابته على الارض كده وطالع منها شمعتين. تمام، الشمعتين دول اول ما بيتولعوا واحده فوق واحده تحت، فاللي فوق بتنزل تحت والتانية تطلع فوق، فلما اللي تحت تسخن الهواء فالهواء كثافته مش عارف بتقل، فتبدا تبقى اخف من اللي فوق، فتطلع هي والتانية تتقل وتنزل، فيبدا الشمعتين يلفوا مع بعض ويدي شكل جميل. وعمل لي الايه الاختراع المنادي 60 نيله ده، وما اشتغلش اصلا وكان بايظ، بس انا ما كنتش فاهم ساعتها يعني. وكان من ضمن المتسابقين تاني برضو واحد زميلي عمل له كاميرا، بس دي الكاميرا بقى البدائيه اللي هو بتبص فيها وبيدخل فيها الضوء تطلع لك صوره، بتطلع صوره معكوسه على الحيطه. تمام، فعمل له هو الكاميرا دي وكانت رائعه جدا. وعمل لي انا الشمعتين اللي بيتنيلوا على عينهم دول. والغريبه برضو لما انا كبرت وركزت، الشمعتين كانوا البتاع كان متثبته في فل، المفروض عشان الشمعتين يلفوا يتثبتوا على حاجه ناعمه بحيث يبقى في مرونه في الحركه، ده فل فما كانش بيحرك البتاع. المهم رحنا المسابقه وقعدنا قدام الست اللي هي اللي بتشوف الاختراعات دي، وانا ولعت الشمعتين والشمعتين نقطوا على وكانوا هيولعوا في المفرش وهيولعوا فيها. قالت لي بس يا ابني اطفي اللي انت مشغله ده وامشي من هنا. وطبعا كسبت في المسابقه. وصاحبي دوت اللي كان عامل الكاميرا كسب في المسابقه دي، او اللي كانوا عاملين له الكاميرا كسب في المسابقه دي، وتصعد بقى على حاجات على الاداره وخد جوائز ومش عارف ايه. والغريبه ان صاحبي دوت كان ابن الميس اللي منظمه المسابقه في المدرسه عندنا، اللي اختارت اختراعات لكل واحد، اللي خلت مدرس العلوم هو اللي يعمل لنا الاختراعات. فبس كده. ايه علاقه كل ده ببرامج المسابقات اللي بتيجي في التلفزيون وغيره؟ وايه هي تجربتك الشخصيه؟ طبعا اللي متابع عارف ان انا كنت مشترك في برنامج نجوم بلا حدود وليا تجربه في البرامج دي، فهتفهم بعد الانترو. خليك معانا. ومبدئيا لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وما تنساش تفعل الجرس. يلا بينا. مشكلتنا ان احنا كشعب او كمصريين، معرفش الوطن العربي كله بالشكل ده ولا لا، بس احنا بنتفاعل جدا مع الحاجه اللي بنتفرج عليها في التلفزيون وبنعيش معاها التجربه. لو مسابقه بتحصل بنبقى عايزين اللي احنا بنشجعه في المسابقه ده هو اللي يكسب، هو اللي ياخد اللقب، وهو اللي يبقى احسن واحد في الدنيا، وبنتفاعل وبنتاثر معاه. بس اللي انت ما تعرفوش ان كل ده تمثيل، مفيش منه حاجه حقيقيه خالص الا بنسبه صغيره جدا تكاد تكون 10%. اللي كان بيتفرج عليا في البرنامج اللي انا كنت فيه، حلقه اللايف اللي انت بتشوفها، احنا كنا بنبقى منفذينها بالكامل قبل الحلقه ما تبدا، وعارفين الاسئله اللي هتتسال لنا، وعارفين الحاجات اللي هتتقال لنا، واللي هيطلع الاول واللي هيطلع الثاني، علشان ده بس مباشر مش مسموح فيه اي حاجه ان هي تحصل غلط. ومع ذلك كنا بنندهش من الاجابه اللي بتتقال لنا، وبنبقى مش مصدقين ومستغربين، لان كل ده فيك، كل ده تمثيل. مش البرنامج اللي انا كنت فيه بس، كل برامج التلفزيون كده. بس في ناس ممكن تكون عارفه النقطه دي. في حاجه كمان، نقطة أنيل من كده، النقطة اللي هي بتاعت مثلا لما بتيجوا يعملوا معاك لقاء، والله الواحد قلقان جدا ودرجات لجنة التحكيم النهاردة قليلة، فأنا خايف لا يدوني درجة قليلة أنا كمان، أو الدرجات عالية فالحمد لله يدوني درجة عالية. الكلام ده أصلا بيبقى متصور قبل ما اللايف ما يبدأ، وببقى قايل الاختيارين بحيث هم في المونتاج ياخدوا اللي هم عايزينه. يعني أنا ببقى قايل والله الدرجات النهاردة قليلة وإن شاء الله درجتي أنا هتبقى أعلى، واقول ان الدرجات عاليه وان شاء الله درجتي النهارده هتبقى اعلى، وانا اصلا لا في درجات ولا لسه الحلقه صورت ولا اي حاجه، بس كل دي تجهيزات. اللقطات اللي بتيجي على المسرح اللي احنا بنبقى قلقانين وعمالين نخبط في ايدينا ونخبط في رجلينا ونعمل مش عارف ايه، كل ده بيتصور قبل ما الحلقه تبدا، واحنا بنبقى عاملين نفسنا متوترين، وامشي من هنا لهنا وحاول تبين نفسك انك متوتر، وحاول وكل ده بيتنقل لك على التلفزيون وانت بتتفاعل معاه وبتبدا تتاثر، يا بص مش عارف ايه. كل ده اصلا ما حصلش، كل ده ما فيهوش ذره، ما فيهوش 1% حقيقه. طيب نخش على الاهم من كده. اي برنامج تلفزيوني اوعى تكون فاكر ان هدفه الرئيسي ان انت تتشهر او ان انت تبقى نجم او ان انت، طبعا ده من ضمن اهدافه بس بيبقى هدف ثانوي. هدفه الرئيسي ان هو ذات نفسه يكسب، صح ولا غلط؟ كل واحد في الدنيا بيدور على مصلحته. فلو المتسابقين بتوع البرنامج مش واجهه، شكلهم مش حلو، موهبتهم مش حلوه، مش هيقدروا هم يعلوا من البرنامج، مش هيختاروه حتى
لو هو موهبة قوية جدا بس مش واجهة ومش في مواصفات معينة تانية مش هيختاروه في البرنامج. خلينا على نور في نقطة زي دي. ولو المتسابقين اللي مقدمين في البرنامج والله قدموا اخر باب للتقديم هو مش عارف 25 مارس، لو كل اللي مقدمين لحد 25 مارس وحشين مش هياخدوا منهم ولا واحد وهيجيبوا هم ناس من على مزاجهم بعد كده. هل ده بيحصل؟ بيحصل، وعن تجارب شخصيه. ايه اللي بيخليني اقول الكلام ده؟ زي ما انتم عارفين برنامج اذ ربما بيعتمد على الاسئله اللي بتجيلي، وانا حاجه زي دي ما جاتليش في سؤال بس جات لي في رسائل. كل كام يوم الاقي رساله جايه لي: محمود ايه رايك اقدم في برنامج، بلاش اقول اسم، والله حابب تقدم قدم، انت كده كده مش خسران حاجه، ولو رحت هناك هتستفيد وهتتعلم وهتاخد خبرات جديده. انا نفسي في برنامج نجوم بلا حدود خدت خبرات مهوله، انا ما اقدرش انكر حاجه زي دي، بس الفكره انك ما تتعشمش. مثال بسيط جدا: من كام يوم لقيت التليفون بيرن على موبايلي، مش هقول اسم البرنامج ولا حاجه. من كام يوم لقيت التليفون بيرن رقم دولي، فرديت: السلام عليكم، ازيك يا محمود، اخبارك ايه، انا فلان الفلاني من لبنان، احنا برنامج كذا، سمعت عنه؟ قلت لهم سمعت عنه. طب ايه رايك تقدم وتشترك معانا؟ قلت لهم والله انا كنت لسه في برنامج السنه اللي فاتت وما عنديش استعداد ان انا اسافر تاني واخد التجربه تاني ومش عارف ايه و... وقالوا لي طب ايه رايك لو تقدم معانا. وكانت النقطه الغريبه الموضوع اللي خلتني اتردد جدا ان اتقال لي جمله غريبه قوي. اتقال لي، قلت لهم اخر ميعاد للتقديم امتى؟ قالوا لي كل ما تقدم اسرع كل ما يكون افضل، علشان لو في اي حاجه في الفيديو اللي انت قدمته مش متظبطه نلحق نظبطها قبل ما تتعرض على لجنه التحكيم وقبل ما تتعرض على الشاشات في الحلقه. شكرا. نقطة وتحط تحتها 100 مليون خط، نقطة وتحط تحتها 100 مليون خط. ممكن البرنامج اللي معتمد على ان انت تقدم فيه علشان لو موهبتك حلوة يختاروك، لو كل المقدمين موهبتهم دون المستوى هم اللي هيكلموا ناس معينة يقولوا لهم اعملوا نفسكم بتقدموا عشان احنا نختاركم عشان تروحوا البرنامج. علشان لو انت حابب تشارك في اي برنامج شارك، بس ما تتصدمش، ما تتوقعش ان انت لو انت احسن موهبه يبقى ده السبب الرئيسي ان انت تكسب. ملهاش علاقه، لها 100 مليون مقياس تاني. البرنامج هدفه الرئيسي ان هو يجيب مشاهدات، هدفه الرئيسي ان هو يجيب شو، هدفه الرئيسي ان الناس تتفاعل معاه، هدفه الرئيسي ان تحصل حاجات غريبه، كل الناس تبقى متوقعه ان ده اللي هيكسب، مره واحده تلاقيه خسر، مره واحده ينزل مرحله الخطر وفي اخر لحظه الجمهور يطلعه ويطلعه فوق تاني ويحصل اكشن ويحصل مشاكل بين المتسابقين. وبعض الاحيان مشاكل المتسابقين بتكون مفتعله وبيكونوا المتسابقين متفقين مع بعض احنا هنعمل نفسنا متخانقين. حاجات كتير جدا علشان تبدا الاثاره تعلى، يبدا يجي على البرنامج اعلانات، يبدا يحصل حاجات زي ما انتوا كلكم عارفين في العادي. ما تديش الموضوع اكبر من حجمه. انا بتكلم في النقطه دي بس علشان احنا الاعلام والتلفزيون بيصدر لنا مشاعر، بيصدر لنا افكار 90% منها مش حقيقي. انا ما بقللش من قيمه البرامج، انا بقول لكم انا البرنامج اللي اشتركت فيه استفدت فيه حاجات ما استفدتهاش في حياتي. خدت كورسات في التصوير، خدت كورسات في المونتاج، خدت كورسات في ازاي تتعامل مع المحتوى الجمهور بتاعك، ازاي تنسق المحتوى بتاعك، استفدت افكار جديده، ثقافات جديده، اتعرفت على ناس جديده، شهره بشكل اوسع. بس الفكره ان انا جات لي صدمه في اخر كام حلقه، وده بان حتى في مستوايا، وانا كنت سعيد جدا ان انا ماشي، واما هديت لقيت ان انا كنت غلطان. جات لي صدمه من الحاجات اللي بتحصل. ايه ده؟ يعني ده مش حقيقي؟ يعني ده بكده؟ ده انا كنت فاكر مش عارف ايه، ده انا كنت فاكر مش عارف ايه. وبدات اكبر الموضوع جوايا وادخل نفسي في ضغط عصبي وادخل نفسي في عصبيه اثرت عليا واثرت على علاقتي بالناس صحابي شويه، وحاسين ان انا بقيت متعصب وبقيت متضايق لحد ما خرجت من البرنامج، وكنت مبسوط في اخر حلقه ان انا خارج ومروح وراجع مصر وبتاع. وطبعا كل ده ضغط انا حطيته على نفسي بدون اي وجه حق وبدون اي شيء، وظلمت نفسي في النقطه دي على الفاضي. فانا بكلمك في نقطه انك ما تتصدمش، ما تديش الموضوع اكبر من حجمه، وما تغلطش نفس غلطتي. حابب تقدم في اي برنامج مسابقات قدم، سواء برامج السوشيال ميديا او برامج اللي هي بتيجي على القنوات الام بي سي والقنوات الكبيره دي، قدم، بس ما تتصدمش وما تحسش ان انت لو خسرت او ان انت في حاجه ان انت موهبتك قليله او ان المشكله فيك. ولو حابب تتفرج على البرامج دي في التلفزيون اتفرج واتبسط، بس ما تتفاعلش مع الموضوع وما تدروش اكبر من حجمه، وما تصدقش كل اللي بتشوفه لا في برامج التلفزيون ولا في اي برامج تانية ولا اي حاجه بتيجي على الشاشه. الفتنه اللي ملهاش اي لازمه المستطيله اللي احنا طول اليوم قاعدين بنتفرج عليها دي. ما طولش عليكم اكتر من كده، ده كان موضوع حلقتي. يا ريت تشاركوني برايكم في الكومنتات. لو عجبتك الحلقه برضو ما تنساش تدوس لايك وتشترك معانا في القناه. ولو انت بتحب السفر والحاجات دي او الصور بشكل عام تقدر تتابعني على الانستجرام. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام عليكم. ان انت ما تحسش ان الدنيا يعني في برامج المتسابقات دي، اصل في ناس كتير بتتفاعل مع البرامج دي وبتصدق اللي بيحصل فيها وي 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 وي. بعد ما رجعت من لبنان كلموني في القناه الاولى المصريه حابين ان انت هتطلع معانا في اللقاء وبتاع وكده، وتمام مفيش مشكله خلاص، ونسقوا معايا الموعد وقالوا لي رشح لنا فيديو من فيديوهاتك علشان تتعرض كتعريف ليك قبل ما نبدا في الحلقه. بعت لهم كذا فيديو يختاروا منهم.
بعد ما رحت وخلاص وقعدت والحلقه هتبدا وناقص عليها 10 دقايق، واتضح ان في مشكله على الفيديو بتاعي. وطبعا انتوا عارفين ان سياسات التلفزيون المصري بتبقى حاده قوي، ما ينفعش يبقى فيه هزار هنا، ما ينفعش يبقى فيه تريقه هنا، ما ينفعش يتقال هنا كذا. ودي حقهم يعني، انا ما قلتش لا، بس كانوا الاول على الاقل كانت رفض الفيديو من الاول، والحلقه اتذاعت وبعد كده يلا بينا نعرض الفيديو بتاع محمود. طب معلش مش هينفع نعرض الفيديو بتاع محمود علشان فيه مشاكل في الكواليتي. هو الفيديو لا فيه مشاكل في الكواليتي ولا اي شيء، هو بس اداره القناه ما مررتش الفيديو. بس طبعا ده مش هيتقال في التلفزيون. هل هي دي الحقيقه؟ لا، مش كل اللي تشوفه تصدقه.